ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير يا رب وسعادة يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعالوا بقى ايه، نعمل شوية طماطم كده عشان شهر رمضان. طبعا احنا مش ضامنين، هي ممكن تغلى ممكن تبقى رخيصة، عامة غالية رخيصة. هي هتسهل عليكي في شهر رمضان، لاني طبعا انت زي ما انت عارفة طبعا احنا عايزين بقى نقعد نتعبد كده في ربنا والكلام ده. فطبعا مش هنضيع وقتنا كله طول اليوم في المطبخ. فروحت كده السوق لقيت الراجل كده ايه واقفة بنقي، بصراحة كنتش نيتي اجيب طماطم بصراحة. لقيتها كده ب6 ونص، فوقفت انقي منها الطماطم اللي هي الجوليان دي. فلقيته بيقول لي ما تاخديهم كلهم، فقلت له ماشي. قال لي تاخديهم على 6، قلت له لا هاخدهم على 5. قال لي ماشي، اما وزنهم لي لما هم لي كلهم طلعوا 7 كيلو. بس والله الطماطم الجوليان دي يا جماعه والله يعني اصلا غاليه. في السوبر ماركت اصلا بتتباع غاليه، الناس بيجيبوها ويعملوا بيها سلطات. ومن ضمنها حط لي كده حبه ايه يعني كانوا طراي كده، بس ما كانش فيها اي حاجه ولا كانت بايظه. وطبعا انا بغسل فيها كده، نقعتها شويه لمده نص ساعه كده في طبق عميق، يعني عميق، عميق ولا ايه، سوري. وسبتها كده لمده نص ساعه، بعد كده غسلتها. وانا بغسل فيها لو قابلتني مثلا اي طماطميه مثلا فيها حاجه مش كويسه، بقوم شايلها بالسكينه. وزي ما انتم شايفين تعالوا بقى نحطها على النار كده. وزي ما انتم شايفين انا هحط لها ايه كوبايه ميه. طبعا الطماطم يعني زي ما انتم شايفين بصوا شكلها قمر كده ما شاء الله. يعني بجد بقى تتعبي بس بتسهل عليكي في شهر رمضان بصراحه، بتطلعي كده الكيس يكون جاهز على طول. دول كده حبة كده بابريكا عندي بصراحة. المفروض كنت احط على كل حاجة من الكمية دي، من كل حلة الكمية دي احط معلقة كبيرة مليانة من بابريكا. بس ده الصراحة اللي كان موجود عندي. بس حمرتها برضو، يعني قولي حطيت هنا معلقة صغيرة وهنا معلقة صغيرة من البابريكا. دي بتحمر الطماطم حتى لو فيها صفرة بتحمرها لك. ومعلقة كده كبيرة مليانة من السكر على كل حلة. طبعا دي بتعادل الحموضة. بعد هي ما الطماطم طبعا غطيتها. وطبعا لما دخلت كده في السوا، وطيت عليها بس مش نار هادية قوي، نار يعني متوسطة. وسبتها طبعا لحد ما الطماطم زي ما انتم شايفين اتهرت خالص وايه استوت. كده خلاص ايه تمام. طبعا انا ليه حطيت بابريكا بتحمر الطماطم وتخليها حلوه. وفي نفس الوقت انت لو حاطه من ضمنها طماطم مصفرة شويه هتحمرها لك، وحتى لو هي حمرا هتديها لها ايه، حمار اكتر. وطبعا السكر بيعادل الحموضه. طبعا هنا بصوا زي ما انتم شايفين طفيت عليها، واول ما طفيت عليها حطها في الشفشق. بس طبعا غلطت غلطه يعني، اللي هي المفروض كنت سبتها بردت. طبعا دي يعني الخلاط في الاول وقف معايا شويه. فقمت طبعا لما حصل كده طبعا عملت ايه، سِبت الطماطم لمّا بردت شوية وقعدت أهوّيها كده لحد ما بردت، وبعد كده فرمتها. فطبعًا لو أنتِ هتطحنيها في الخلاط زيي طبعًا سيبيها لمّا تبرد. لو هاند بر لو عندِك هاند بلندر هتطحنيها في الحلة زي ما هي، وهي سخنة عادي مش هيحصل حاجة. طبعًا أنتِ زي ما أنتم شايفين أنا كنت باطحن فيها كده وظهر قدامكم وأنا طحنتها، بس لأ يعني أنا وقّفت الفيديو فترة، لإني طبعًا الطماطم كانت الخلاط ما كانش عايز يشتغل خالص، وقف كده من كتر السخونية بتاعة الطماطم. زي ما أنتم بقى شايفين كده الحلة اللي هي مكانها الطماطم، هاصفّي كده فيها، شِلت الطماطم اللي باقية فضيتها في طبق صغير. وإيه هامسك بقى هنا أصفّي. طبعًا دي طماطم جوليان، فطبعًا بتبقى اللحم فيها كتير أوي. فطبعًا هنحتاج برضه إيه مَيّة، لإن طبعًا هي اللحم فيها كتير أوي وهتبقى تخينة جدًا. فهنحتاج واحنا شغالين كده عشان تنزل طبعًا من المصفى، نحط مَيّة واحنا شغالين. زي ما أنتِ شايفة كده. هنحط مَيّة، كوباية مَيّة كده ونقلّب. على فكرة أنا استخدمت مَيّة تاني، يعني مش دي كوباية المَيّة الوحيدة، يعني أنا على كل مرّة من الطماطم كل شفشق طماطم بافرمه كان بياخد معايا كوبايتين مَيّة لكوبايتين ونُص. طبعًا عشان أبقى ضامنة إن ما يبقاش فيه خالص في الطماطم دي لحم خالص طماطم أو مَيّة. طبعًا برضه عصرتها بإيدي كويس جدًا، 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 يعني مش بس اللي أنا بالمعلقة. بعد ما نزّلت بالمعلقة بقيت أعصر بإيدي كويس عشان أنزّل أي حاجة من الطماطم. زي ما أنتم شايفين كده بصوا سمكها حلو أوي، أوي. سمكها كده جميل. طبعًا لمّا بتيجي تسبّكيها أو تعمليها على أي أكل طبعًا بتبقى حلوة معاكِ وجميلة. وبصوا شايفين لونها يعني لونها حلو أوي. لونها ما شاء الله أحمر وجميل، كل ده عشان حطينا لها البابريكا. البابريكا طبعًا من الحاجات اللي بتخلّي طبعًا الطماطم معاكِ جميلة. طبعًا أنا جيت هنا أعبّيها في أكياس نايلون، لقيت طبعًا الأكياس النايلون طبعًا مش عارفة أعبّي من غير ما أحطها في شفشق زي ما أنتم شايفين كده. فجبت كده شفشق من عندي كده وحطيت جواه كيس النايلون. أحط كام مغرفة من الطماطم، أحط 5 مغرفات، ممكن تحطي 6 لو حابة تزوّدي الطماطم شوية. لو أنتِ هتعملي بقى طبيخ هيبقى حلو أوي ال5 مغرفات. أمّا لو هتعملي مكرونة بالصلصة هتاخدي كيسين من الطماطم دي، لإن طبعًا المكرونة بالصلصة زي ما أنتم عارفين بتحب الطماطم الكتير. فطبعًا الكيس ده هيبقى حلو أوي لو هتعملي طبيخ، هيبقى حلو معاكِ أوي. طبعًا بتزوّدي طبعًا حبّة شوربة عليه طبعًا لمّا بتيجي تطبخي، أو حبّة مَيّة عشان طبعًا بتبقى يعني ما تبقاش تقيلة أوي مركّزة، فهمتِ؟ يعني أمّا بتيجي تطبخيها ما بتطبخيهاش زي ما هي تخينة كده.
بتضيفي لها شوية شوربة أو شوية مَيّة، طبعًا عبّيت كل الكمية بنفس الطريقة، كل كيس فيه 5 مغرفات زي ما أنتم شايفين ما شاء الله، يعني بُصّوا زي ما أنتم شايفين عمل معايا كام كيس، عمل معايا 12 كيس من أكياس الصلصة، ما شاء الله، والطبق مليان، ده طبعًا خلّيته عشان كنت هاعمل بيه مكرونة، فطبعًا خلّيت طبق كده.